اغلب الرسوم المتحركه ولا بدا ما كيكون فيهم حلقات اللي مفقوده وممنوعه من العرض، حيتاش كتكون مرعبه وعامره بالدمويه وكتحتوي على مشاهد غير لائقه للاطفال. الكرتون اللي غندويو عليه اليوم هو الكرتون ديال توم وجيري، واحد من افضل الكرتون اللي تم الانتاج ديالهم من طرف الشركه ديال MGM، واللي تعرض اول مره سنه 1940. وكلنا كنعرفوا ان الكرتون ديال توم وجيري فيه واحد النوع من الكوميديا السوداء، بحال مثلا فاش كيبغيو يقتلوا راسهم اولا يرميو على راسهم المتفجرات. هادشي كامل كيتعتبر كوميديا سوداء، ولكن تخيل معايا كاينين شي حلقات اللي مفقوده ولكن بسوداويه ودمويه. واليوم غندوي لكم على واحده من ارعب الحلقات المفقوده من كرتون توم وجيري. والقصه كامله كتبدا مع ليزا اللي في العمر ديال 27 عام، وليزا كتحماق على الرسوم المتحركه، وليزا عايشه غير مع الام ديالها في واحد الدار بوحدهم حيتاش الاب ديالها ميت، وكان عندهم في ديك الدار واحد لاكاف. وواحد النهار قرروا انهم ينقيو هذاك لاكاف اللي عامر بالزبل والغبره والحوايج اللي ما لايقين لحتى حاجه، وقرروا انهم يرميو كاع داكشي اللي ما صالحش باش يجيبوا شي حاجه جديده لتما. وبداو كيقلبوا ولقاو بزاف ديال الاوراق وشي حوايج مهرسين وبزاف ديال التخربيق. وليزا وهي كتقلب غادي تلقى واحد الكرتونه، وفي ديك الكرتونه مكتوب عليها فور ليزا، يعني خاصه بليزا. وليزا استغربات حيتاش ما عمرها شفت هاد الكرتونه هادي، وغادي تمشي وتوريها لامها. امها غادي تقول لها ان هذيك الكرتونه كان جابها لك عمك في عيد ميلاد ديالك شحال هادي. العم ديال ليزا كان خدام في الشركه ديال وارنر بوز، والشركه ديال وارنر بوز كانت كتكلف بطرف من الانتاج والبرودكسيون ديال الحلقات ديال توم وجيري. وهذوك الحلقات اللي كتفرجوا فيهم يا اما في التلفازه ولا في الانترنت ولا في السيديات، هذوك غير الحلقات اللي قررت الشركه المنتجه انها تنشرهم وتحطهم للبوبليك. ولكن راه ماشي غير هذوك الحلقات اللي كاينين، مور هذوك الحلقات اللي كيتنشروا وكنشوفوهم كاينين بزاف ديال الحلقات اللي ما كنشوفوهمش، يا اما كيكون فيهم شي مشكل اولا القصه ما كتكونش زوينه اولا في الاخر ما كيلقاوش فين يخشيوها، اولا بعض المرات كيكونوا الحلقات اكسبيرمنت، يعني شي حلقات كيجربوا فيهم شي حاجه. والعم ديال ليزا كان عنده اكسي للارشيف وجميع الحلقات اللي كانت كتنتج الشركه ديال وارنر بوز. وحيناش ليزا كما قلت لكم انها كانت كتحماق على الرسوم المتحركه، داكشي علاش عمها قرر انه يعطيها واحد الكادو اللي متميز، ومشى دار واحد الحاجه اللي خطيره عليه ولكن قال ليزا تستحق. مشى دار واحد الكوبي ل 20 حلقه ديال توم وجيري، 20 حلقه اللي ما عمرهم تنشروا. وفاش الام ديال ليزا قالت لها هادشي، ليزا ما فهمت حتى شي حاجه وقالت لها مزيان ولكن علاش ما عطيتونيش هذا الكادو هذا. وقالت لها انت كان عندك غير 10 سنين وكتبقاي الليل كامل وانت كتفرجي، وكون عطيناك هذا الكادو هذا ما غاديش نعسي سيمانه. وليزا جاها الفضول وقالت اجي نشوف هاد الحلقات هادو اللي ما عمرهم تنشروا، وخدت الكرتونه ومشات لبيتها، وفعلا لقات بلي كاينين 20 حلقه. وبدات كتفرج في الحلقه الاولى ولقاتها حلقه عاديه، واكتشفت فعلا بلي هذيك الحلقه ما عمرها تنشرها. والحلقه الثانيه حتى هي عاديه، والثالثه عاديه، والرابعه عاديه، والخامسه كانت شويه بشكل كانت بحال الا ما مرسوماش بنفس الطريقه، بحال الا شي تجربه دارت فيها. المهم الحلقه كانت عاديه ولكن ما مصايباش بنفس الطريقه. وغتفرج في الحلقه السادسه السابعه الثامنه حتى وصلت الحلقه رقم 12، والسميه ديال هذيك الحلقه هي توم's ريفانج، انتقام توم. وليزا استنتجت بلي هذيك الحلقه بحالها بحال الحلقات الاخرين، وكتبدا عاديه جدا، وكتبدا بتوم اللي كان ناعس، واحد شويه غتبدا تطلع الكاميرا وغنبداو نشوف واحد الحديده مشدوده بواحد القنبه نيشان فوق توم، وكتبقى الكاميرا غاده متبعه داك الحبل اللي شاد في ديك الحديده حتى غيوصل للاخر ديال الحبل وغيبان لينا جيري. وهنا ليزا غادي تحس بشي حاجه اللي ماشي هي هذيك، حيت هذيك الضحكه اللي كان داير جيري ماشي طبيعيه نهائيا، كانت مصايبه بواحد الطريقه اخرى على العاده. وجيري غيضحك وغادي يجبد مقص وغادي يقطع داك الحبل، وهذيك الحديده غادي طيح نيشان على توم. وغادي يطرا عاوتاني واحد الحاجه اللي غريبه، توم غادي يغوت واحد الغوطه اللي ماشي طبيعيه، بحال الا غوطه حقيقيه، وبزاف ديال الالم اللي ما يمكنش يكون هادشي في رسوم متحركه. واحد شويه الكاميرا غادي تهبط وغادي يبان لنا البلاصه فين طاحت ديك الحديده اللي طاحت ليه على الديل ديالو، وغيبان لنا الديل ديالو مقسوم على جوج، وغيبان لنا الدم في الارض، وهذاك الدم كيبان ديال بصح. اصلا في الحلقات ديال توم وجيري واخا يكون بعض المرات الضرب ولا العنف، ولكن داكشي كيكون بواحد الطريقه سوفت، ولكن الدم والاعضاء مقسومين، وكيفاش كيعبروا بالوجه ديالهم وكيفاش كانوا الاصوات كيخرجوا منهم، هادشي كان غريب بزاف. ولكن هادشي والو مقارنه بداكشي اللي غيجي من بعد. توم بكثرة الالم والغوات بدا كيطلب جيري انه يعاونه، ولكن جيري جالس حداه كيموت عليه بالضحك. وهنا جيري غادي يشد داك المقص اللي كنقطع به الحبل وغيشدو غيخشيه بكاع القوه ديالو في العين ديال توم. وهنا ليزا غادي تسمع واحد الغوطه اللي ما غاديش تستحملها وغادي تنقص بالصوت. ما يمكنش الغوات اللي مستعمل في هذه الحلقه يكون تسجل في استوديو ولا دار بالعاني. توم غيبدا كيغوت والدم خارج ليه من عينيه، وغيعمر كاع بهذاك الدم اللي كيبان حقيقي، حتى فجاه غادي تحول ليكرون كحله، والليكرون غتولي كحله، ولكن باقي مازال مساله الحلقه. وكتعاود تشعل ليكرون وكيبان لينا توم اللي عينيه باقا عامره بالدم، وكان واحد التعبير في وجهه اللي ماشي طبيعي، واحد التعبير اللي اي واحد غيشوفه غيحس بواحد الحاجه ماشي طبيعيه. وليزا كتقول ان ديك التصويره ديال توم بقات ليها ايام في عقلها من بعد ما شافت هذيك الحلقه. وتما غنسمعوا توم كيقول I want him dead، بغيتو يموت. غادي تعاود ترجع ليكرون كحله
ومن بعد غيبان لينا توم ناعس في الكوزينه، وانطلاقا من هنا غيولي هذا الشيء عنيف ديال بصح. غيبان لينا جيري داخل الكوزينه واز في الدموس اللي كبير، ولكن غير غيبغي يقرب لتوم. توم غادي يشد مسمار مطرقه وغيشد المسمار وغيخشي عليه في رجليه وغادي يضربه بالمطرقه وغادي يدير نفس الحاجه للرجل الاخرى. وتجري بكثره الالم غادي يطلق واحد الغوطه اللي مرعبه اللي ما يمكنش تخيلها، لدرجه ان ليزا نسات ان هذوك غير رسوم متحركه وان راه غير الناس اللي سجلوا الاصوات. وتجري بكثره الالم غادي يلوح هذاك الموس وكيطيح في الارض، وتما توم غادي يقرب ليه وغيشد ليه يديه وغيدير لهم نفس الحاجه، كيخشي فيهم المسمار وكيضربهم بمطرقه مع الارض. وتجري بدا كيغوت وكيزوق في توم، كيقول له اخر مره باقي غادي ندير لك شي حاجه وما بقيتش غنتعامل معاك خايب، عافاك غير طلقني وخليني نمشي. وهنا توم غادي يبدا يضحك وغيهز الموس وغيقرب من تجري، وعاوتاني غادي يطفى ليكرون وغادي ترجع على ابشع صوره شافتها ليزا في حياتها. غيبان لينا توم هز موس وكيقرد في الجيري، وليزا مباشره غادي تطفي التلفازه. واخا كانت كبيره في العمر ولكن هادشي اللي شافت غادي ياثر عليها بزاف، وبدات كتسول راسها شكون اللي صاوب هاد الحلقه وعلاش الشركه ديال وارنر بروز صاوبوا هاد الحلقه. وقررت تعيط لعمها باش تسولو على فين لقى هاد الحلقه واشنو كتعني، وغتمشي عند امها وغتطلبها باش تعطيها النمره ديال عمها. والام ديالها غادي تقول لها ان عمك من بعد ما عطاني هاد الكرتونه طراو ليه شي مشاكل مع الشركه فاش كان خدام وجراو عليه، ومن بعد هاد الشيء مات بازمه قلبيه. واش الموت ديال عمها عنده علاقه بهاد الحلقه؟ واش كتعني هاد الحلقه؟ واش الشركه نيت ديال وارنر بروز اللي صايبات هاد الحلقه ولا تصايبات بشي بلاصه اخرى؟ شنو بان لكم؟ كتبوا لي الاراء ديالكم في التعاليق. وهذا الشيء ما كان في هذا الفيديو هذا، نشوفكم في الفيديو الجاي وتهلاو. الكرتون ديال سبونج بوب، الكرتون اللي كيبان لنا غير كرتون بريء ومضحك، ولكن واش عمرك فكرتي باللي يقدر يكون وراه هذا الضحك هذا شي حوايج اللي مظلمين وغامضين؟ وكاينين بزاف ديال النظريات اللي مرعبه كتدور حول الكرتون ديال سبونج بوب والشخصيات ديالو، وكتخليك تشوف الكرتون من منظور اخر. في الفيديو اللي فات كنت دويت لكم على الحلقه المحذوفه من كرتون سبونج بوب، واليوم غندوي لكم على بعض النظريات اللي غتخليك تفكر بمنظور اخر وانت كتفرج في هذا الكرتون هذا. النظريه الاولى كتقول ان كاع الشخصيات ديال سبونج بوب كيجسدوا لينا الخطايا السبع اللي مذكورين في الديانه المسيحيه، وسبونج بوب اللي كيمثل لينا الخطيئه ديال الشهوه، وهو مولوع بزاف بالخدمه وعنده واحد الحماس اللي كبير لاي حاجه، وشفيق اللي كيمثل لينا الخطيئه ديال الغضب. القادمه